الله اعلم بقى ايه هيعمل ايه مع ريال مدريد، يتالق، يبيعوه، يلبسوه، انا ما يهمنيش. كلمتين كده من القلب بدون تحضير، لان صفقة هويسن شرفت على الانتهاء مع ريال مدريد، او خلاص تقريبا هويسن لريال مدريد. ريال مدريد هيدفع 50 مليون استرليني، قرب 60 او اكتر من 60 مليون يورو او دولار. صفقة شرط جزائي لهويسن ان يشتريه من بورنموث. طبعا الدنيا هاجت وماجت في البيت البيانكونيرو، والميديا كلها بتتكلم على ايه الهبل بتاع اللي حصل. انت جايب بايع هويسن، شايف هويسن الموهبه الفذه عامله ازاي، وان انت يعني خسرت فيه قد ايه، وان بص ريال مدريد دافع فيه قد ايه، وانت بتتكلم ازاي ورايح جايب لي لويد كيلي ب 24 مليون ولا مش عارف 20 مليون، وكلام كتير. ويعني الموضوع يعني زايد شويه حبتين. فكلمتين من القلب من دون تحضير، قلت كده ايه كلمتين اقولهم واجري على الله، واللي عايز يقتنع يقتنع، واللي مش عايز واللي عايز يقول عليا بطبل الاداره خلاص انا اتعودت يعني. خلاص انا عارف الكلام، انا ما بقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي بيتقال في داري. في حاجات انا فاهمها وفي حاجات اكيد مش عارف كل حاجه، فكل واحد وضميره وكل واحد له مطلق الحريه يظن فيا زي ما هو عايز. ولكن للتلخيص بس، فكره الميديا كلها اللي بتتكلم على ان لويد كيلي جاي لي بدل هويسن، لا هو اساسا هويسن ما كانش اساسي معاك، وحتى مع روما يعني ما كانش المؤثر والاساسي في روما، وهو اساسا يعني تياجو موتا ما كانش عايزه في الاساس، وفي نفس الوقت هو كان من الشباب وانت عرفت تبيعه بصفقه كبيره. يعني بنتكلم تقريبا قرب ال 19 مليون تقريبا، او يعني انت في الاخر يعني هنراجع الارقام بقى بعد اتمام الصفقه اكيد ونعرف الارقام الرسميه، ولكن انت هتاخد فيه قرب ال 25 مليون، اقل شويه ازيد شويه في مجمل الصفقه بعد ما هيدفع، لان انت ليك 15% تقريبا او 10% من الشرط الجزائي. فانت بتتكلم شاب في الاخر من النكست جن هتبيعه بحوالي 25 مليون او يعني 20 مليون. انا شايف ان هو رقم ممكن يكون كويس جدا. طبعا ممكن يكون صفقه العمر، وممكن يكون الموهبه الفذه، وريال مدريد يكون جاب مدافع ل 20 سنه قدامه، كل الكلام ده ممكن، ولكن ممكن يكونوا لبسوا برضو بالعرض يعني بكل الطرق والكباري، لان برضو حق ربنا هو هويسن ما عملش حاجه. يعني ناس كتير طايره بيه، انا متفهم التحمس لبعض المواهب الشابه، ويمكن ذكرت ان دي ليخت طبعا باختلاف فرق الصفقتين انت دافع فيه قد ايه ساعتها، وهو كان نجم قد ايه ساعتها، وانت جايبه من فريق كان واصل لفين في الشامبيونز ليج، وكان قائد الفريق بتاعه، وكان وحتى لما لعب معانا يعني ادى بشكل جيد في بعض الاوقات، وكان مشروع نجم دفاع لسنين قدام، وكان صغير في السن وبعته برقم كبير زي ما انت اشتريته برقم كبير. يمكن ما كسبتش فيه فرق كبير بين البيع والشراء، ولكن يعني ناس كتير برضو كان لطميات، وان ازاي ودي ليخت، وان انت ازاي النادي يفرط في نجومه، وان فنفس الحوار هويسن. انا شايف يعني طب حتى دي ليخت كان مفهوم شويه، انا مش فاهم في يعني هجمه رهيبه، او يعني زي هو واضح انه ترند، او يعني الميديا كلها بتتكلم على ان احنا ازاي لازم نتنقر او نهزر على فكره ان الاداره جايبه لويد كيلي نفس ثمن هويسن. هو الموضوع ترتيبه كده سهل، ولما نشد خط ساعات الامور بتبقى لطيفه، ولكن هي الموضوع مش بالطريقه دي، لان ما حدش كان يتوقع ان بريمر يتصاب. انت بايع هويسن من قبل ما بريمر يتصاب، ما تعرفش ان بريمر هيتصاب، ويجي بعديها كابال، ويجي بعديها كالولو في يناير، ويجي بعديها الدفاع كله تقريبا. انت طول السنه دفاعك بيتصاب، فانت جيت في يناير كان عندك شورتج او نقص دفاعي حاد، وكان مفيش اي نادي عايز يبيع لك اي لعيب، لا هانكو ولا انطونيو سيلفا. حاولت معاهم بشتى الطرق والكباري ومفيش حاجه نفعت. وفي نفس الوقت برضو الشباب كوبولا، يعني طبعا الناس بتتكلم دلوقتي على بارما ليوني، ولكن ده دلوقتي، لكن هو كان كوبولا هيلاس فيرونا اللي كان في كلام في الاواخر خالص انه ممكن نلجا له، ولكن كان في رفض للاعاره، والشراء كان بمبلغ كبير. فيعني انت بتتكلم على، قلت المثال ده اكتر من مره، لويد كالي ده كانك في صحراء وبتشتري ازازه ميه، مضطر، انت مضطر تجيب. كان ريناتو فيجا بشرط رخم اللي هو عدم الشراء، ولويد كالي بان انت برضو بشروط ان انت تقريبا كانك اشتريته بمبلغ يعني يزيد عن الحاجه او يزيد عن قيمته الفعليه. ولكن في كلام برضو ان لويد كالي جايز يكون ده يعني يظبط الدنيا على موضوع تونالي، وهو لاعب انجليزي في الاخر، لو ما تيجي تشحنه للدوري الانجليزي ترجعه ممكن ما تخسرش فيه كتير. ولكن في ناس كتير شايفه ان اي كلام
بالمنطق في صالح الاداره او في صالح ما حدث يبقى تطبيل وطبل وزمر. وطبعا زي ما بقول برضو الجميع له مطلق الحريه، ولكن برضو زي ما بقول ده احنا واقع عشناه وعاصرناه، وكنا عايزين 2 مدافعين. ما انت ما جبتش لويد كيلي بدل هويسن، لان اساسا هويسن ما كانش الاساسي بتاعك، ولا انت كنت حاطه في حساباتك، وتياجو موتا كان شايله من الحسابات، وانت بعته علشان تحقق اكبر مكاسب راس ماليه، علشان تعرف تسد او جزاء عجز او في اكتر من مكان، او تسد اماكن كتير عندك في الفريق نتيجه ان انت بتجيب فلوس. طبعا بقى الله اعلم، ما كانش حد يعرف ان هو هيروح بورنموث او ان هو هيلعب اساسي يعني. انا مش شايف ان هو تالق يعني، مش جاب جونين من كورنر الناس خلاص طايره بيه طيره يعني. زي ما بقول ممكن يكون صفقه العمر ريال مدريد، وممكن يكون خازوق العمر ريال مدريد. كل الكلام ده هيبان مع الوقت، ولكن انا زي ما بقول دي ليخت ناس كتير كانت مأمله فيه، واحنا السيناريو معروف دلوقتي يعني. فين دي ليخت دلوقتي؟ اظن ما فيش ندم، وانت عوضته ببرامر. انت حاليا هويسن اساسا ما كانش في حساباتك عشان تقول طب فين التعويض بتاعه. انت اساسا ما كنتش بتفكر فيه من ناحيه التعويض، انت كنت بتفكر فيه من ناحيه الارقام. من ناحيه الارقام هي اللي مضايقانا، ومحدش كان يتوقع ان في يعني بصراحه ربنا اوت اوف مايند يعني. انا شايف ان صفقه مبالغ فيها جدا جدا يعني. هويسن عمل ايه غير ان هو استقر على الجنسيه الاسبانيه يعني؟ هو خلاص بقى اسباني رسمي، فما اعرفش بقى ريال مدريد قال لك اسباني هاتوه، ما اعرفش يعني. 60 مليون في مدافع ما عملش اي حاجه في تاريخه يعني، ماشي ممكن يكون موهبه بس انت ممكن تلبسه، وريال مدريد متخصص في الحاجات دي. بتلاقي كده صفقه اوت اوف نوير، يجيب صفقه وممكن يلبسها، وتلاقيه اعارات بقى، يقضيها اعارات يقضيها بيع يعني، الله اعلم. ولكن ريال مدريد عنده الامكانيات وعنده الريسورسز او المال اللي يقدر يعمل بيه اللي هو عايزه، او يعني عنده هذه المساحه. انت ما عندكش المساحه دي، بتحاول تستفيد. وفي نفس الوقت النهارده برضو طلع خبر ان هو راتبه 9 مليون في الموسم يعني ايه ده يعني؟ 9 مليون لواحد ما عملش اي حاجه. فانا بصراحه ربنا شايفها صفقه مبالغ فيها جدا جدا. انا بقول الحمد لله كيوفنتينو انت خدت يعني في المجمل هتاخد قرب ال 25، يزيد شويه يقل شويه يعني. بالنسبه للاعب انت ولا لاعب معاك ولا كان اساسي ولا كان من اعمده فريقك، ولاعب من الشباب خدت فيه رقم محترم. الله اعلم بقى ايه هيعمل ايه مع ريال مدريد، يتالق يبيعوه يلبسوه، انا ما يهمنيش. ولكن انا بس كان توضيح علشان الميديا كلها اليوفنتينيه عارف طبعا ان الموضوع لما يترتب ان انت 20 مليون خدتهم وضاعوا لفلويد كيلي. ولكن هو سبحان الله هي الدنيا اترتبت كده يعني. ما ينفعش ان احنا نشد خط، ما يعني لو علمتم الغيب ما حدش بيعلم الغيب يعني. ما حدش كان يعلم الغيب ان الدنيا هتترتب كده. هي الدنيا اترتبت كده، وبقى الشكل وحش اللي عمل الكلام ده مما لا شك فيه. ولكن حق ربنا هو يعني ما كانش ده التخطيط يعني. امتى نقول الكلام ده ان ده مش عارف جونتو ليه حمار ولا مش عارف ايه، ولا الكلام اللي بيتقال في الميديا؟ لما يكون ده تخطيطه ان هو بايع هويسن علشان يجيب لويد كيلي. لكن هو باع هويسن علشان يجيب صفقات كتيره في الصيف، اللي انا برضو شايف ان هو عمل شغل كويس يعني. انا مش همشي مع الرايجه، وانا بقول اللي انا مقتنع بيه واجري على الله. فبالعكس انا شايف ان هو عمل ميركاتو جيد جدا على قد امكانياتك. وفي نفس الوقت كمان بعد اصابه برامر اللي بطياره الموسم ككله، بعد اصابه كابال وحتى كالولو في الشتويه، انت ما بقاش عندك مدافعين، وكان عندك يعني لازم تجيب مدافعين بشكل يعني عاجل وطوارئ. ما كانش عندك يعني الصفقتين اللي جبتهم دول بشكل بايخ، لان هم دول الصفقتين اللي عرفت تتخلص فيهم. غير كده انت لا عندك الفلوس اللي يلا اشتري، ولا كان في تعاون ولا تجاوب من فرق كتير ان هي تدي لك مدافعينها بشكل سهل. فبالتالي يعني العايد في الفايت نقصان عقل، ولكن كل واحد طبعا عارف كل واحد هيفضل مقتنع تفكيره. ولكن انا مقتنع ان يعني لويد كيلي طبعا مدافع تعبان، مش بقول حاجه. وهويسن برضو بقول ان هو ممكن يكون من احد اروع المدافعين برضو. انا مش لا بقلل من لويد كيلي، لا بقلل من هويسن، ولا أنا بقول ان لويد كيلي صفقه عظيمه. اعتقد اللي بيفهم هيفهم، واللي مش بيفهم مش هيفهم برضو في كل الاحوال. ولكن يعني دي كده دردشه كلمتين، لقيت بدل ما انا قاعد يعني جوايا كده كلمتين عايز اقولهم، فقلت اقولهم معاكم. اتمنى تتفهموا، ولغايه ما نتكلم في ماتش ان شاء الله لايف، ماتش اليوفنتوس الجاي يعني. مش ما اعرفش بقى ابو ظبي هنراجع هيعزعوه ولا ايه اللي هيحصل، ولا نتفرج ازاي، هنطلع لايف ولا لا، هنعلن يعني هنشوف هنشوف ايه الاعلانات اللي هيقولوها. وان شاء الله يكون برضه هعلن قبليها، ويكون لنا لقاء سواء في لايف دردشه الجوله او في حلقه او لايف للماتش. واكيد يعني ربنا يدينا العمر والصحه ونتقابل دايما على خير.
اللي اول مره اشوف بقى القناه دي مش قناه عن الطب ولا الكوره ولا اليوفنتوس بس، فيها قوائم كتير. بصوا على القناه ورب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. وقبل ما بمشي بذكركم بالدعاء لاهلنا في فلسطين يعني، ولكل المستضعفين في كل مكان، ما بنقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحه، نتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.